جماهير الأهلي تحيي الذكرى 14 لشهداء بورسعيد وتؤكد استمرار الوفاء وعدم نسيان الكارثة. ياس تروب ينتظر حسم موقف مروان عطية من مواجهة البنك الأهلي بعد شكوى اللاعب من إجهاد شديد عقب مباراة يونغ أفريكانز. ياس تروب يضع برنامجاً خاصاً لتجهيز المهاجم الجديد كامويش قبل الظهور الأول مع الفريق. ياس تروب يستغل رحلة العودة من تنزانيا في مشاهدة مباراة يانغ أفريكانز مجدداً لرصد السلبيات ومعالجتها قبل مواجهة البنك الأهلي في ظل حاجة الفريق للفوز مع تزايد حالات الإجهاد بين اللاعبين. توقعات بإجراء ياس تروب عدة تغييرات على تشكيل الأهلي خلال المباريات المقبلة لتفادي تعرض لاعبين جدد للإجهاد مع ضغط المباريات. يوسف بلعمري ينتظر الحصول على فرصة المشاركة أمام البنك الأهلي بعد إيقاف أحمد نبيل كوكا بسبب تراكم الإنذارات. وليد صلاح الدين يبلغ ياس تروب أن إمام عاشور لن يكون متاحاً للمشاركة إلا بعد مباراة الإسماعيلي مع تمسك الأهلي الكامل بالعقوبة. مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل تتحول لمباراة حياة أو موت للفريق الجزائري بعد خسارته أمام الجيش الملكي وتوقف رصيده عند نقطتين. انتقادات واسعة في الجزائر لجوزيف زينباور بعد الخروج من الكأس واقتراب وداع دوري أبطال إفريقيا. شبيبة القبائل يسعى لحسم صفقة عامر عبد الله من السودان قبل مواجهة الأهلي لدعم فرصه في الفوز. تروب يفاضل بين عمرو الجزار وهادي رياض وأحمد رمضان بيكهام لتعويض غياب ياسر إبراهيم مع ترجيح مشاركة بيكهام أساسياً. رابطة الأندية تخطط لإنهاء الدوري المصري يوم 22 مايو استجابة لرغبة حسام حسن في إقامة معسكر طويل للمنتخب. تروب يجدد رغبته في تمديد عقد أحمد نبيل كوكا لقناعته بإمكانيات اللاعب. انتشار تصريحات مغلوطة على السوشيال ميديا منسوبة لأفشة حول وجود أزمة رواتب داخل الأهلي واللاعب لم يدل بها. وكيل اللاعبين أحمد يحيى يعرض جلب عرض سعودي لإمام عاشور، وإدارة الأهلي تطلب تأجيل الملف لنهاية الموسم. الأهلي يتمسك بحسم صفقة مصطفى قابيل رغم تصريحات مسؤولي أربيل العراقي ومحاولات إبعاده عن الصفقة. إعلاميون عراقيون يبدون مخاوفهم من صعوبة مشاركة مصطفى قابيل أساسياً مع الأهلي بسبب كثرة اللاعبين في مركزه. شوبير يطالب مجلس إدارة الأهلي بتوفير الحماية لوليد صلاح الدين بعد تعرضه لحملات ممنهجة. جماهير الأهلي تطالب بعودة أحمد خالد كباكا من زد لسد النقص العددي في خط الوسط. عودة الفاخوري يجتاز الكشف الطبي ويوقع رسمياً لنادي بيراميدز بعد حل الخلاف مع والده. نادي هانوفر الألماني يرسل عرضاً رسمياً للأهلي لضم بلال عطية بعد ظهوره مع الفريق الأول في مباراة ودية. الزمالك يجهز محمود بن تايك للمشاركة في المباريات المقبلة بعد إنهاء أزمته. بيراميدز يستقر على منح إيفرتون سيلفا فرصة حتى نهاية الموسم بعد فشل تسويقه شتوياً. الزمالك يرفض عروضاً بولندية وبرتغالية لحسام عبد المجيد، ويرفض أيضاً عروضاً محلية لدونجا لاحتياج الفريق. أيمن يونس يشيد بلوائح الأهلي وينتقد تصرف إمام عاشور، مؤكداً أن ما حدث تصرف غير احترافي. علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور بشدة ويؤكد أن الأهلي لا يقف على أي لاعب، مطالباً بتجميد اللاعب لفترة أطول. مطالب بمنح محمد علي بن رمضان دعماً نفسياً وثقة أكبر لاستعادة مستواه الفني. هشام حنفي يؤكد أن إمام عاشور أخطأ ويشيد بتطبيق وليد صلاح الدين للوائح دون مجاملة. أحمد عادل يرى أن تعادل الأهلي مع يانغ أفريكانز نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة وخطوة مهمة نحو التأهل.
التأكيد على أن أزمة إمام عاشور أخذت أكبر من حجمها، والعقوبة تمثل خسارة للاعب نفسه مع تمسك جماهير الأهلي بالمبادئ قبل البطولات.